اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده في برنامجكم قمه العاصمه. زي ما عودناكم موضوع جديد وضيفه جديده. ضيفتنا النهارده متعدده المواهب. ضيفتنا النهارده محاميه وكاتبه وشاعره وفنانه تشكيليه، بتفاجئنا كل مره بشكل مختلف. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. الفنانه الجميله، نورتينا. ميرسي بحضرتك. انا عرفتك على قد ما انا عرفت كده للجمهور، ممكن بقى تقولي لنا وتعرفي الجمهور اللي انا ما قلتوش؟ هو طبعا ده بيبقى سؤال صعب شويه. هو انا فعلا زي ما قلت انا كنت محاميه، قعدت فتره محاميه وبعد كده قررت اسيب المحاماه. هي المحاماه جميله، اتعلمت منها كتير، بس كنت حاسه انه احسن ما نتخانقش مع بعض ونحاول نلاقي حلول. فاتجهت اشتغلت فتره في التنميه مع البنك الدولي، كنت بدير مشاريع مختلفه من ضمنها الوساطه. يعني يمكن قلبي في موضوع الصلح وازاي نقدر عن طريق الصلح نحاول نخلي الخلاف يتحول من مرحله مرعبه لمرحله خلاقه وجميله. ودايما كان عندي خط الفن مصاحب في حياتي، فكنت بعمل مسرح سواء بقى تمثيل، كتابه، اخراج. اتجهت بقى بعدين للفن التشكيلي، الكتابه برضو طول عمرها مصاحباني من وانا في المدرسه. فيعني هو ده يعني محاميه وفنانه ومتعدده مواهب زي ما انا قلت يعني. طب انت ليه سبت المحاماه؟ يعني ايه اللي ممكن يخليكي تقولي انا خلاص كفايه كده محاماه؟ بصي، حسيت ان انا يعني استمتعت بصراحه، مش هنكر الاستمتاع والتعلم، والواحد اكنك بتشتغلي مخبر، بتقعدي يعني وانت بتشتغلي في القضايا تجيبي الحقيقه فين، تعرفي القصه جايه منين، وفي نفس الوقت مخرجه وانت بتكتبي عشان بتجيبي القصه. بس في نفس كمان هدفك انك انت معاكي طبعا اللي هو اللي بتدافع عنه، بتبقى انت عايزه تطلعيه وعايزه في ضغط عصبي وفكر كده انك انت هو مهما كان غلطان او مش غلطان بتطلعيه كمحاميه. ما هو هي بقى هنا دي النقطه اللي انا كنت حاسه ان مفيش، يعني ما حدش فينا ملك. كل الناس بتغلط، فهل احنا عايزين نكمل الخناقه ولا نلاقي حل للخناقه؟ فهو ده النقطه اللي خلتني اقول كده كفايه وابتدي اتجه لسكه جديده. تمام. النهارده موضوعنا بيتكلم بحاجه وبشكل مختلف. انت اثرتي قضيه كبيره ممكن في فتره ولغايه دلوقتي موجوده، وعرضتيها بفكر مختلف. دمجتي الفن بقضيه التحرش ولا للعنف ولا للتحرش، وعبرتي بصورك وقلمك بكل صوره، وبالذات الطفل. انا لاحظت كده بالذات الطفل بالظبط. كل صوره بتتكلم الطفل دوت امتى اتألم، الطفل دوت اتعمل له ايه وهو صغير، الطفل دوت معفي، صح كده؟ انا طبعا حضرت لك معرض ما شاء الله عليكي. طبعا انا امسك الخشب بس ما فيش خشب. يعني عايزه اقول انك انت لمستي موضوع يهم كل بيت، يهم الام والبنت والولد، حتى طبعًا الولد طبعًا. في موضوع التحرش ده برضو مش عارفه ليه اتجهوا كده للعنف الجنسي بالذات للولد والبنت، والولد دلوقتي اكتر. كلمينا عن الفكره، ازاي قدرتي تدمجي ما بين الفن وما بين جزء برضو من المحاماه، لانك انت برضو يعني لمست الاثنين ببعض. بصي، المحامي دايما عنده رغبه ان هو يدافع عن الغير. يعني هي المحامي اللي بيدخل بيبقى عنده قضيه عايز يتبناها، فدي يمكن جايه جوانا كلنا. فهتلاقي ان يمكن ده بيحرك الواحد انه بيبقى عنده قضيه سواء كانت اجتماعيه ليها دعوه بشخص تاني عايز يدافع عنها. فيمكن فالمحاماه فيها جزء من المدافعه بطبيعه الحال. فدي جزء من تكوين شخصيتي، فممكن نحط ده مساهمه المحاماه في اللي انا عملته. طبعا بتديني فكر قانوني، بتديني رؤيه يمكن مختلفه. لما هبص الموضوع هبص له باركان مختلفه غير لو هبص له من الناحيه الفنيه. وفي نفس الوقت انا مؤمنه ان الفن من انجح الطرق اللي بتقدري ترفعي بيها الوعي وتعبري بيها عن حاجه وتخلي الناس تحس باللي بيحصل. يعني القرايه بطريقه بسيطه. بالظبط. يعني انت وصلتي المعلومه، الفكره برسمه، ممكن اي حد هيقدر يقول والله الرسمه دي بتقول ايه. بالظبط. ده اللي انت اشتغلت عليه فعلا زي ما قلتي. انا كنت بحاول ازاي اوصلها باكتر طريقه بسيطه وتكلم الناس. تمام. الناس تحس بيها. طبعا انت زي ما انا قلت انت متعدده المواهب. شفت لك طبعا حاجات كتير. كانت طبعا ضمنها المعرض. هنعمل تقرير كده صغير بيقول فاطمه ابراهيم الفنانه التشكيليه. هنعرض التقرير وهنرجع لك تاني. تمام. معاكم التقرير.
اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اولا نورتينا في جاليري اللمسات وابداع، انا شايفه ما شاء الله صور وابداع. طبعا حضرتك هتكلمينا عن اللوحات اللي انت عرضها النهارده. يسعدني جدا وسعيده بالفرصه ان انا اتكلم على الموضوع اللي المعرض بيدور حوله. الموضوع بيعالج التحرش الجنسي بالاطفال واثاره على الستات لما بتكبر، لان هي من المواضيع اللي مع الاسف الشديد منسيه. بننسى الرابط باللي حصل بالطفوله وازاي بيأثر على الست لما بتكبر. فالمعرض متقسم لدورين. الدور اللي تحت بيتكلم على الالام وعلى المأساة اللي بتحصل من ناحيه الصدمه واللخبطه، والطفل مخه مش قادر يستوعب الفرق بين الغدر وبين الحب، مش واضحه بالنسبه له. وبعد كده الالام ومحاوله كبت الالام، محاوله نسيان الذكريات والضغط عليها، لان الشخص مش قادر يستوعب كم المأساة اللي حصلت له، فمحتاج ان هو ينفصل. في كتير بيلجأوا للانفصال بدرجات مختلفه عن اللي حصل لهم. وبعد كده بنتكلم على فكره سقوط الاقنعه وايه اللي بيحصل لما الاقنعه بتسقط. وفي لو هتبقوا معانا في بقيه الافتتاح هتشوفوا فيه كذا عرض فني بيتكلم على النقطه دي عشان نوصلها بكذا شكل للمتلقين. وبعد كده بنطلع في الدور اللي احنا فيه دلوقتي. الدور دوت هنا بيعبر من الجزء الناحيه الثانيه عن ان الانسان يبتدي يسمح للنور الداخلي اللي جواه انه يطلع. عشان كده بيجي اسم نور، ان هو يبتدي يشوف الالوان اللي جواه، بيشوف حاجات كتير ما كانش حاسس بيها لانه خايف من نفسه ومش واثق فيها، وان هو الطريق انه يوصل لنفسه انه يحب نفسه، مفيش طريق تاني غير كده. وبعد كده هنا في القاعه دي القرار الاخير ان انا قررت اعيش، لان اغلب الضحايا بيخافوا يعيشوا، يتهيأ للناس ان هم عايشين وناجحين وكويسين، بس في حقيقه الامر هم متألمين جدا. هنا بيقرروا ان هم يعيشوا. وجميل جدا انك انت رابطه المواضيع اللي بتتكلمي فيها كتحرش وكحاله نفسيه وكرفض طبعا التحرش بصور. يعني انت رسمه الموضوع في فن. جميل جدا ان انت بتعبري عليه بالموضوع ده فعلا، يعني وحاجه جميله، يعني حاجه جديده من نوعها. اشكر حضرتك، ميرسي جدا. طيب ده اول معرض لحضرتك ولا؟ معرض فعلا، اول معرض. اول معرض ما شاء الله، وعامله يعني تحفه فنيه فعلا. هو انا في الحقيقه دايما في المجال الفني بس باشكال مختلفه. زمان كان مسرح، بعد كده ودايما في المسرح يبقى ممكن اكتب، امثل، اخرج، بكتب كده. لسه منزله كتاب، في كتابين نزلتهم السنه دي، كتاب ليا لوحدي وكتاب مشتركه فيه مع اخرين. ف يعني ليا في الفن مش فنانه شامله. مش فنان، لا هو كده فنانه شامله. انت سبتي طيب. لا هو حد بيحب يعبر بطرق مختلفه، يعني الشامله دي طبعا اكبر مني الحقيقه. لا مش كبير طبعا، ده اقل حاجه. حضرتك فعلا انت فنانه شامله لما بتجمعي ما بين الفن التشكيلي والفن كمان اللي هو بتعبري بالكتابه، وممكن تكوني مثلا مثلتي واخراج. لا يبقى فنانه شامله. اشكر حضرتك، ميرسي. طبعا نورتينا النهارده في جاليري اللمسات، وطبعا نتمنى بقى مزيد من اللقاءات ومزيد من الملتقيات والمؤتمرات عشان نبقى فعلا الفنانه فاطمه ابراهيم تكون على مستوى الحدث. اتمنى ذلك. طبعا قضيه تستاهل التغطيه، واشكركم جدا. كلمه لجاليري اللمسات. انا عايزه اشكر الجاليري لان هي كانت جريئه بما يكفي انها تقبل الموضوع ده. يعني انا بقالي كتير عايزه اتناوله، مش ناس كتير بترضى انها تستقبله. فالحقيقه انا بحييها جدا على الشجاعه انها قدرت تكون رائده في مجال انها تطرح قضيه بالصعوبه دي. لا الدكتوره نرمين معروفه بالقوه، ومعروفه كمان انها ممكن تفتح مجالات كتير لكل فكره. ده حقيقي.